خزيان مخبة بتآزخ الخاصة ماخينا هل بتكلم بسبارخلة أكيد قدر شخ بوش زودة عم أرخى ديا وبتهمزمخ بوش زودة بتخملو قرابة أن نقاية هل بتآونت إله هي يوتا أطريتا هل بتخزيان المخبة بتهاويلا أرخى بأرخة مخبرتا آونت إله ميقرى ريفان عيسو هل بت إله مشت السانة تبث عتقة بث بغدادة قايرتوتا هل بت من حمدانية بغدادة هل بت خزيان المخبة أن يلبش مايلا أرخن ميقرب شينا بيوخ وقدمت خبرختا رابي ريفان مشينا بجوخو قدمت برختا. شكرا لهذه الاستضافة برختا داخل الاستوديوهات قناة العراقية. أكيد بصخوثي رغبت جو أنه نقل هذا تراثا عبر قنوات دينا باللغة السريانية. أكيد إقارة لقالن رابي ريفان بشورا يا ميدعتلن بوت مشت أستا دخم شوريلوخ قد مشت أست آها بث عتقة مخت متخرقة يرتوثة ينقى مخاميتة هي يوثة أطريتا. هذا بيت عتقة هي فكرة زرتي ولا قملة مني موانا زورة بصراحة. اثوى طموح حيل رابا انه دبانخ متحف او دودخ دمأسخ متحف تايب تحافظ تراث الثقافي المادي والغير المادي ده منطقة. فكرة خناوة صعوبة ثواب بداية لكن بوقت النزوح وقت ما دزلن مباثر احداث داعش تحصلها مباثر ما دزلن الاربيل اكيد معروف لن بثقافات خنا معروف لي الخرواثة حيلة تاما خمداني خرواثة كمشاجع لي انه هذه فكرة وبديلا انه اوثوال نفس الفكرة. بشات دتريل بويسري بديلا كمشغلة بموضوع المتحف لانه ثيلغ ذا جائحة كورونا وكل من دي سمخلة اكيد حركة اسمخلة غازينوات مقاهي لبش لخامندي انه شباب الزلهلح فرصة حيلة ربثي ولا انه بديلا كمشغلة وخصيصا انه قاعد يجي لنا هذا بيت هذه اللي بمنطقه عتقتها داخل مدينه يعني مدينيه بغداد. هذه منطقه هي كيوروخه دا بغداد كلها لانه اواثا وسواثا واخني يمكن انا دا تريسيرش نعيش لي بهذه المنطقه ففرصه اخترتي ولا انه دوذا هذا متحف بدايات كلش بدايات بسيطة ولا ثو خوك مفراغة لكن من خلال الإعلام من خلال النشر وأكيد مساعدة خراثة أخني بس الإخوة فقط تري بهذه فكرة كم شغلق خمسة وسري شباب إخوة كم شغلق داخل هذه فكرة كلنا مشغلان بخلبة بغذني تصبيثة هدف جديدا هو لدم حفظ هذا موروث تراثي وثقافي ده منطقتنا وخاصة بغداد دائما كشخخ انه وبصخخ انهم دكاثيلا زوار من كل الدول داخل محافظات ديدا ناخني محافظات عراقيه كبصخ انه شباب محافظ التراث لانه خناو موضوع الحفاظ عن التراث خناو رحوقه عن شباب ديدا فاذا خناو ممكن انه علامات استفهام انه شباب كمحافظي التراث لي موروث التراثي الثقافي ده منطقه هذا خمندي دائما خازيل ناشي دكاثك زيرين خمندي غريب لكن بالرغم من داني برغم ما دي التحديات مكملا ومطيلا هذه مرحله بدايه حيل بسيطه دغدميري وثكيري اكيد يمكن لثوالا 500 قطعه مطورات جديدا لكن حاليا مفتخرة انه هذا متحف يبقى اكثر من 2000 قطعه لا بس بمنطقة بغداد كرماش برطلة بغداد واكيد مخنا محافظة اكيد خييتون اتلن ايقارة بآها مندي وبمخاميتات آها يرتوثة هل قد همزمخ بش زودة ميقرى ريفان مودي لهي يوثة اطريتا ين هي يوثة مردوتنيتا سورييتا اديوم يوما جيب عليمة يعني شباب اديوم مودي لمنايت ان مصطلحات جيبيها شباب ديدا بصراحة زديلا جهوا حيل رابا ليه لأنه أخني كذا دائما أنه شباب خناو رحوقنا عن تراث رحوقنا عن موضوع أنه داني قطع تراثية لكن مع ذلك شباب ديدا بصراحة خمندي رابي ولا غدلها أنه تجربة اخترتي ولا غدلها أنه محظي لهذا التراث اجوا حتى شباب دينا ديدا داخل متحف كم شغلي منن واكيد
انه هذه فكره متطوعه يعني من بدايه بدينا متطوعين ولحد هاي اللحظه انه اخني متطوعين ياخ داخل هذا المتحف. لكن اجوا شبابا حيل زوار دائما كنفجي بقوهم مدقيالي، لانه دا بشليبن معتمد عليه انه شرح كل قطعه ميله ودمنيله ودقق مستعملي ولا فا اجوا بصخوثه ربثه، لانه تخازخ انه اخني يعني دم شغلنا مؤسس لنا انه هذا متحف بشليلا شباب كما يبن ضم طورخ مواهب دت ضم طورخ ابداع دت، بحيث انه ارشومه بطره ممكن انه اخني دم سلمخ او تاوي انه قاده باثر منن تقيدي هذا متحف وتقيدي هذا مشروع حيل رابع انه بتراث وحفاظ على التراث، لانه للخا من دي سهل. ودائما اخني كذا انه قبيله خطا قريه ممكن تو اختصاص بهذا من دي، لكن كلاني من ديانكم عبري شباب ديدا واخني مساعده اكيد ناشد منطقه، واكيد كل الشكر ده كاجب لي قادمنا من خلال قناه دتخو العراقيه السريانيه دا ابو البيثه، لانه اهو خاء من داني اهداف النجاح ديدا. أكيد أديم يوم ماسخ أمرت لن بوت عولما أديم يوم دخي مؤثرة تأثير الدية ويلا سلبيا إيجابي قأن عليما دي لأديم يوم بلاخة ومهيورة قتم خاميلة أي يرتوثا. عولما دائما اخني كذا انه عولما هلا خامندي مستعمل اخله في انه باخذ ماطخ بقاوح الاهداف ايجابيه بتيبان ماطخ بقاوح، اما انك باخذ مستعمل اخله كاستعمال سلبي فاكيد توي خامندي سلبي لنا. عولما هاي خامندي انا خازينها شخصيا انه خامندي ايجابي، تايث التغيير اوكي ليه لا مشكله انهم تغيير، لكن عولما انا باعتقادي انه استعماله بالطريقه الصحيحه او بطريقه انه كان كايبا انه اخني دمروجه خلح مستعمل اخله بطريقه صحيحه هي باشله، لكن بغض نقطه انه لمن شيالا لغتن لمن شيالا ازيان لمن شيالا موروثا التراثي والثقافي. أكيد وخامن دنا أسباب مخت متخرن إلى تأثر أجد خزت ثقافة خا مردوثة نخري تألخ أجنبية يعني نخريتها من مردوثة الدين دخل بوايا تعامل تعليمة من هدخة ثقافات يعني من هدخة تأثير دي لوايا. حيل الفترات الأخيرة خاصة مع دخازخ بالتواصل الاجتماعي وبوسائل التواصل الاجتماعي انه بديه شباب ديدا او المجتمع ديدا دماغ بصوره عامه انه يعني برزه انه الثقافه نخريتها كلا برزه بقاون حيله من خلال دلوشتن ممكن من خلال حتى نقلاتها بلغتنا انه خوكما مصطلحاتك مستعمله خاخني بحياتنا انه انا اجنبي انا، فاني دائما انه شوقيلا انه اخني درحقق عن موضوع دي لأخني أساسي وجوهري بقاون أهو موضوع أنه تراث ديدا أزياء ديدا حتى لغتن خمندي ساملة بصراحة، ودائما اللغات العراقية وعراق ديدا أهو ذا جوهرة بحضارات ديدح وبموروث التراثي والثقافي ديدح وخاصة بالآثار، فواجب إلي إجو لنا أنه أخني كان خازخ ثقافات أجنبية ممكن المقتدخ بقوة بخمنديان إيجابية، لكن في حال انه لما بعديلا لسح فيلا عن جوهر ديدان ولغتان وحتى الوشتن، لانه بصراحه حيل من نقلاتها انه يعني البنديان اجنبيه خازخ انه طغي الشوقه وشباب ايث تقبل يعني حيل شباب انه التقبل هذه ثقافه وخازيله ثقافه تغير كامل انه انا ممكن تغير الى هلما بيشن ملقب بعادات وتقاليدي وبالوشتي لكم عرضخ من هذا الموضوع، لكن تاو بخا مندي يعني بخا دراخش بخا موضوع ايجابي اكيد هذه لغايه منح وتايبا انه اخني دخم مستغلخ انه هذه الثقافه الاجنبيه تايبا شوقالا انه اخني ضم طورخ يعني تشقلخ من ديانه منح ايجابيه ده تطوير فقط.
أكيد رابد دوست ماسخ همزمة خبوش زودة بوت توظيف ماسخ أمرخ توظيف إني للزمرة إني لمجال صبروثة الأدب إني لدراما سينما إديوم يوم عراقيته دخي ماسخ مبلخخ لأن تفاصيل مرخ بيا هي يوث الدين هوية الدين دخي ماسخ وظفخ له قد معززخ من ترسيخ معززخ من هوية الدين مرسخخ لقى كل كل شيء كل عمه حيل من ديانة جو إبن دوذخ ونشرخ ثقافتن نشرخ لغتن نشرخ أزيان أبسط من ديانة إنه يعني يخني كمحاكينا كبيث عتقة يعني يخني ببيث عتقة داك يحكم شغلة التفاصيل حيل كثيرة الجو إعلام كيخ مستغلة حقني ببيث عتقة نشرخ آني تفاصيل التراثية ممطخة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منصات ديدح كيخ ممطخة بطريقة اخترتها فأخني جو كيخ مستغلخ انه اعلام منطخ قالا وقالد داني شباب عبر اني منصات فهذا استعمال ايجابي له خلنا من دي اخني كمتحف انه اجو كيخ كم شغلخ دوذخ كتيب صغيرة وخ كتاب تشارح عن اني فراغه بلغة ديدا بلغة السريانية وبلغة العربية وبلغة الأجنبية فاجوا من خلال الأدب من خلال القصص من خلال الروايات من خلال هذا حكيا دي يحكم حكا خخني بغداد بتايبا المنطق غدا رسالة اخترتها دع المكولة وأكيد خلنا من دي إنه أنا دائما جرائتنا كتبنا قصصنا مجلاتنا وإن كل هذا موبايل دي اللي بين إذن اجوا نعمنا بين إذن إن كذا مصرفخ بجوخني بطريقة اخترتها فبتايبا كلش اختير انه منطق ثقافتن ومنطق لغتن ومنطق ازياءن وموروثن التراثي والثقافي وخاصة اخني دغدميري بعراق يعني اتلن ادباء اتلن كتاب اتلن شعراء اتلن فنانين اتلن حتى من خلال المعارض الرسم من خلال النحت من خلال اي من ديانة دوذخ اخني بتايبا دموظفخ اني كلها المادة كم ذكرت لست كلها هاني حتى النقل هذا تاريخ ديدا اخني لانه تاريخ ديدا خمندي رابيله مستاهل انه ضماطه تباشط بش حيله وكي خازخ الفتره الاخيره انه حيل بش الاهتمام بالتاريخ العراقي خاصه موصل مباثره داعش ديران بصيخين حيل بهذا الموضوع انه حيل شباب ديدا اخني داخل موصل كبغداده كنا مشغلي ادلاء سياحيين فكنا مستغلي انه هذه نقطة انه ديث التوظيف ووظائف ليث بدولة بديل انه اهو مثلا خريج لغة الانجليزية بديل انه مستقطب لغتح وهذا من دي كم يالب مدرسة كم شاغل مسواح وكم شاغل بطريقة اخترتها بحيث انه كل ناقل تراث ديدح داخل مثلا موصل واكيد بخلنا محافظات تجيك مفتخرق انه اتلين شباب كم شغلي هدلاء سياحيين بالرغم ما انه ليه القرية دليل سياحي او لتله معلومات بدلاء سياحيين مثلا لانه كذا خلنا هذا موضوع خاص له ادلاء سياحيين وقبيل بصراحة حيل جهوة وخدم شاغل الروخح لكن انتو شباب ديدا خازخ رغم التحديات رغم المعاناة رغم ما دليث مثلا وظائف كدولة وهذا قبادك مشاغل الروخح وكم طورم ثقافتح في سبيل انه ضممت تراثح وحضارتح داخل الدول رابد دوسي تديم يوم أبن من كل صعوبات وكل تحديات كي خيل علي ما إنا أجت إتلها خا خبة قا أرعد ديها قا دكثة ديها قا مديثة ديها مخبي مغزيلة قا كل ديراي قا السواح ما شاءت آزي وخزي مخبي مغزيلة أي هي يوثا قالها هل بت بقارة خرايا قالوا ميقرا ريفان بت أجرت ديوخ رسالة ديها قا كل خزيانا مخبة بت مخاميت هي يوثا ديها وكل من دي صيرة بهي يوثا ديها رسالتي هي رسالة بسيطة دائما كوخلة بسيطة لأنه دائما أخني شعب أنه كم عملق أنه بالسهل الممتنع فرسالتي أنه شباب ديدا شو قتايت لهم بالثقافة لنا شخ موروثا التراثي الثقافي أي رسالة بتيوني خلام داخل المتحف حتى تايبة طقمة وتايبة خجوهر ضمطي عليكم أنا فراغ دي خازخ خضروانا اهو تاريخ دي دانيلو اي خد لت تاريخ دلت ماضي اكيد لت حاضر لغتنا هي تاريخي لا حضارتنا هي تاريخي لا الوشتن تاريخي لا كل من دي بقاون تاريخي لا
اخني مهد الحضارات الجيبني ولها قاي اجوا خازخ انه بحيل الدول قممط رسائل كثيره، ومع العلم انه حضارته ممكن انه تو حضاره ليلة حضاره باوا قديمه. اجوا حضارتنا حيلة تقتيلها، صنعتم طينه، صنعتم مايه، صنعتم تونه، صنعتم خشب، صنعتم بنيان بدائيه بسيطه، لكن كل هذه ثقافه كما يبقى ضممطي هذا عالم حيث اشخاص من دول اجنبيه في قريب جامعات عراقيه ومبلطه شهادات اجوا اخني اهل الحضاره يا اخ، فاجوا اخني واجبي لان انه نقلخ رسالتنا كدخا ام دكثح اللي بيجوا انا محضن الموروث الثقافي دي من خلال كمتحف مثلا، ممكن محافظنا لح من خلال اللغه، ممكن محافظنا لح من خلال دلوشتا كلاني من ديانه بعد فتره بتخازخ انه تركي خا اثر بقاون وشوقيلا انه اخني تاوخ رسل بصراحه باذي ارى دخينا اجوا رسل دول انه كمبشري برسائل اخني رسل يا كمبشره بتاريخ ديدن بحضارتنا. كل شاب لا امر انه لك لي طموح ولا امر انه انا ليبي وليل اختصاصي اخني لو الاختصاصا اذوانا نقدر رخموثه زرت داني فراغه وهذه رخموثه محول لكل هذا متحف ومحول لخمندي حيل رابع لك مفتخره بغداد بقاح ومفتخر عراق بقاوح. ممطيلا قال بصراحه الاكثر من دوله عبيرا قارات عبيرا محافظات باذي بذره ولكن مزرخله لكن محول لغذا ايلانا اخترته، فاجوا شوق مختنخ دائما من ديانه ايجابيه وتاريخا وحضاره والوشتا اتلحق إلا واخني لازم تيوخ لحقه. أكيد هاود بسيمة رابم يقرأ ريفان عيسو أتلن إيقارة بيخ ببولخان وخلبت بخيلت على هاوي اللي خابورست أتين وستخبرن بث عتقة بخيلت على خيومة بسيمة رابل داهت بقتا.